السلام عليكم، شراكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم لاباس. اليوم ان شاء الله كيما راكم تشوفوا كنت جبت لكم وصفه كباب دجاج. جبت لكم الطريقه اللي يجي بها نشمخ، يعني ما يجيش ناشف كي تاكلوا فيه، ويجي ايضا طري زبده. ايضا كنت جبت لكم طريقه اللي تخدموا بها النار وحدكم في الدار. كيما راكم تشوفوا تقديمها جد رقيق ورايحه تزيد النص في الطبق تاعكم بمكونين فقط باسهل طريقه. نتمنى انه تتبعوا الفيديو للاخير، فرجه ممتعه. اول شيء رايحين نبداو بالكباب دجاج. اول مرحله راح نديرها اللي هي رايحه نرحي حبه بصله وراس تاع فلفل حار. لهنا البصله على حساب الكميه تاع الدجاج اللي درتوها، انا درت صدر دجاج كامل، كنت درت حبه بصله شويه كبيره. كيما شفتوا راح نرحيهم مليح بالروبو بهذا الشكل. هاوليكم الان واش ندير، راح ننتقل لاهم مرحله اللي هي راح نصفي فيها هذاك الماء تاع البصله والفلفل الحار. شوفوا هذه راهي اهم مرحله في الوصفه هذه. شوفوا لازم نصفيو مليح الماء تاع البصله والفلفل الحار، هذاك الماء رايحين نحتفظوا به ماناش رايحين نطيشوه. وايضا البصله والفلفل الحار لازم يكونوا صافيين مره من الماء، يعني كي نخلطوهم مع الدجاج تاعنا بهذا الشكل راح يعني يطلقوا كميه مليحه تاع لاصوص. كما راكم تشوفوا يعني نعصروا مليح بهذا الشكل. شوفوا الله يبارك، الكميه اللي طيحتها انا مانيش راح نطيشها، انا راح نحتفظ بها جانبا ومن بعد حنولي معكم. ننتقل الان لباقي المكونات تاع الكباب. اللي عندي لهنا صدر دجاج كامل، انا كنت رحيتوش اني ما نرحيوهش رقيق بزاف، يعني ما نرحيوهش رطب، نرحيوه شويه خشين كيما نشيو الفيونداجي من برا. وعندي اهم مكون اللي هو الشحمه. لهنا شحمه من الاحسن ديروها لانه راح تزيد النص في الدجاج تاعنا، وايضا ما تخليهش يجي ناشف. لهنا ما كنتش درت كميه كبيره، كنت شريت يعني قيس ب10,000 برك هذا مكان، وخاصه يعني اذا كنا في العيد راح نلقاوها واجده. صدقوني حاجه نديرها واحد البنه هايله للدجاج تاعنا. عندي ايضا هذيك البصله والحار اللي كنا صفيناهم، عفوا اللي كنا رحيناهم، والتوابل كنت درت شويه ملح، شويه فلفل كحل، فلفل احمر، ايضا كزبر، زنجبيل، وشويه برك تاع الكركم. عندي ايضا 2 معالق كبار تاع لاشابلور، وعندي معدنوس كنت درت كميه شويه مليحه تاع المعدنوس، وعندي ايضا مغرفه صغيره تاع زبده تكون طريه. الزبده حسمت لي ايضا طراوه للدجاج تاعي. الان واش ندير، راح نجيب غيسيبيون ونفرغ فيها جميع المكونات اللي كنت سميتها لكم. راح نجيب الدجاج تاعي ونضيف عليه توابل. بالنسبه للتوابل، الكزبر والفلفل الاحمر راهم ضروريين في الوصفه هذه. ايضا اذا عندكم توابل الدجاج تقدروا ديروهم. كنت ضفت عليهم البصله والفلفل الحار وايضا المعدنوس ولا شابلور. اذا ما عندكمش لا شابلور تقدروا تعوضوها بالفارينه. عندي ايضا هذيك الشحمه قلت لكم كنت رحيتها ايضا في الروبو. رايحه الان ندخل يدي ونعجن مليح جميع المكونات اللي كنت سميتها لكم مع بعضهم. شوفوا رايحين نعجنوهم مليح باليد، لازم ندخلوا بيان هذوك التوابل في الدجاج تاعنا. كما راكم تشوفوا حبيباتي هاوليكم يعني الدجاج تاعي. الان واش ندير، رايحه نغطيه بالورق الشفاف ونخليه يريح على الاقل مده ساعه. انا لهنا راح نخليه يبات ليله كامله. من الاحسن يعني تخليوه اقل مده هي ساعه. انا حخليه يبات ليله كامله يتشرب مليح هذوك التوابل لاني مانيش مزروبه به. من بعد نكملو. الان حنجيب هذيك الماء اللي يطلقوا البصله والفلفل الحار، راح نضيف عليها يعني شويه تاع زيت. تحبوا ديروا زيت زيتون ولا زيت عادي. كنت درت لنا حوالي 2 معالق هكذاك كبار. ايضا رشه ملح ورشه فلفل كحل. ولا هنا عندي مغرفه صغيره طماطم مصبره مع نص مغرفه صغيره تاع الهريسه بيان سور اذا كنتوا تحبوا الحار. رايحه نخلطهم مليح مع بعضهم بهذا الشكل، يعني حتى ينسجموا لي مليح مع بعضهم. بعد واش ندير، راح نفرغهم في طاوه، نزيد نخلط مليح، يعني نحلحل مليح هذيك الطماطم والهريسه في هذاك الماء تاعهم. الان مباشره نروح نحطهم فوق نار تكون متوسطه. رايحه نحرك مليح حتى تهز لي الغليه بهذا الشكل، يعني كشغل نطيبوها شويه ماشي بزاف، يعني جوست تهزي الغليه برك دقيقه ونطفي عليها. كما شفتوا انا هنا كنت درتها في بورس مونجي، رايحه يعني نحطها في الفريجيدير مع هذاك الدجاج تاعنا. الان حبيباتي راح نولي للدجاج تاعي بعد ما ريحني مليح في الفريجيدير وتشرب مليح هذوك التوابات. راح نجيب لنا العواد اللي راح نخدم بهم. شوفوا نتوما ماكمش مقيدين بهذو العواد تاع الحديد، اذا عندكم ديروهم، واذا ما عندكمش جيبوا هذوك تاع الحطب
يعني نلصقوا زوج مع بعضهم، يعني نحكموا زوج عواد مع بعضهم ونبدا نشكل في الكباب تاعي. كما شفتوا لهنا بالاستعانه بالماء راح نستعين بالماء نشكل الكباب تاعي، ولا هنا هكذا بصباعي كما شفتوا حكمت صباعي في زوج وشكلت هذوك الخطوط. يعني لهنا ما كانش باينه لي باللي ماهيش تبان الحبه كامل تاع الكباب، يعني نص كامل كان مغطي. بنفس الطريقه راح نزيد نشكل معكم حبه واحده اخرى ان شاء الله برك، يعني تكون واضحه معكم شويه وتفهموني. دائما بالاستعانه بشويه تاع الماء نجيب صباعي في زوج وهكذا نشكل هذوك الخطوط بهذا الشكل، يعني للتزيين فقط. هاي لكم الحبه تاعي كيفاش تجي. انا لهنا حنكمل نشكلهم كامل ونولي معكم. هم لكم بعد ما كملتهم شوفوا يطيحوا كميه ما شاء الله، انا طيحوا لي حوالي 20 حبه هكذاك. الان واش ندير راح نولي للطيب تاعهم، غنروح للطيب تاعهم. شوفوا انا لهنا حنطيبهم في البانينوز. اذا ما عندكمش بانينوز طيبوا في واش تحبوا طيبوا في مقله تكون ما تلصقش، ولا في الطاجين، ولا يعني كيما تحبوا طيبوا في اي حاجه، ولا اذا عندكم كرابير ولا. انا لهنا حنطيبهم يعني في البانينوز. كيما شفتوا ولا انا كنت دهنت البانينوز تاعي بالزبده هكذا باش نتفادى مره انهم يلصقوا لي. يعني ديروا يعني من الاحسن تدهنوا بالزبده، واذا عندكم شحمه خير وخير. خليتها سخنه بيا باش ما يلصقوليش. من بعد راح نحط الحبات تاعي تاع الكباب بهذا الشكل. انا راح نخليهم يطيبوا بيا من تحتها. الان واش ندير رايحه نجيب هذيك اللاصوص اللي كنا خدمناها من الماء تاع البصله، رايحه ندهن بهم الوجه تاع الحبه تاعي. شوفوا انا لهنا حندهنهم على الجهتين، يعني راح ندهن هذا الوجه الاول، من بعد كي نقلبهم راح نزيد ندهن الوجه الثاني تاعهم. هذه هي يعني السر باش الكباب تاعي ما يجينيش مره ناشف. شوفوا راح يجيو مشمخين، ويعني ما يجيوش مره ناشفين، وايضا راح نبدلهم واحد البنه يعني هايله. كما شفتوهم لكم لهنا بداو يطيبوا لي يعني بيان من تحت. انا لهنا راح نقلبهم بهذا الشكل وراح نزيد ندهنهم على الوجه الاخر كما راكم تشوفوا. يعني هذه راهي ضروريه العمليه، هذه لازم انكم ديروها، راح يمدلكم بنه هايله للكباب تاعكم. انا لا كنت قلبت عليهم يعني هكذا برك باش يديو لي تحميره خفيفه، من بعد حنحيهم مباشره لان الكباب تاعي راهم طابوا لي 100%. الان حبيباتي واش نديروا، يعني تحبوا ديروا هذه المرحله ولا ما ديروهاش، يعني كما تحبوا. كنت انا جبت الخبز السوري اللي يتباع برا عادي، السعر تاعو ماهوش غالي بزاف، دوكا ما عرفتش قداو يدير، خليته يدير الساشي تاعو دير 6000، ما نبيليش اذا زادوا فيه ولا ديسونسيال. شريت شكاره تاع خبز السوري، كنت حكمت حبه وقطعتها هكذا مثلثات. تحبوا ديروا حبه كامله ولا ديروهم مثلثات، يعني ديكور فقط كيما يعني نشوفوهم يتباعوا برا. وايضا صدقوني يعني افضل مرافق مع الكباب، يعني افضل مرافق مع الكباب هو هذا الخبز السوري. كما شفتوا انا لهنا كنت حمرتهم في هذاك اللي اللي يطلقوا يعني اللي يطلقوا لي عفوا الكباب، حمرتهم على الجهتين وسدرت لهم هذيك لاصوص باش يجيوني بنان. لهنا كنت كملت طيبت الحبات اللي بقاو لي تاع الكباب، ولهنا كما شفتوا زدت حمرت معهم يعني قرصه تاع خبز سوري. حاوليكم لنا الكباب تاعي راه طابلي، وراح ننتقل لاهم مكون اللي بالي كاملكم تسناو فيه، اللي هو كيفاش نشعلوا النار وحدنا في الدار بمكونين فقط. شوفوا لهنا انا كنت جبت نجيبوا اي حاجه نغلفوها بالالومنيوم، كنت غلفتها بيان بالالومنيوم من تحت يعني من داخل ومن برا عفوا. لهنا عندي كميه مليحه تاع الملح، وايضا عندي الكحول. حاوليكم الكحول يتباع بارتو في الفارماسي. لهنا عندي طرف تاع فحم كنت حطيته شويه في فوق النار، يعني هكذا شعل شويه وحطيته لهنا. واش ندير الفحم ماهوش ضروري تقدروا ما ديروهش. رايحه نجيب الملح تاعي، قلت لكم ديروا كميه مليحه كيما راكم تشوفوا. من بعد رايحه نفرغ عليه هذيك الكحول، نجيب الكحول وندير كميه منها حوالي 4 قرعه هكذاك ولا بهذا الشكل. شوفوا لهنا قبل ما نحط الكحول تاعي راح نحط هذاك الطرف تاع الفحم. انا الفحم له درته باش يعني تجيني هذيك النكهه تاع الفحم في الكباب تاعي، يعني صدقوني انا حاطط له الريحه تاع الفحم يعني في الطبق تاعنا. وايضا يعني كديكور كما شفتوا لهنا كنت فرغت الكحول تاعي على هذاك الملح.
درت حوالي ربع قرعه هكذاك. من بعد راح نشعل النار تاعي بالبريكه، وهذا مكان كما شفتوا طريقه جد تافهه وما فيها والو، ما فيهاش مكونات بزاف، تقدروا ديروهم وحدكم. شوفوا كامل حبوا هذا المنظر، يعني خاصه كي نشوفوهم برا ويديروهم غير في الاطباق الفخمه وفي المطاعم الفخمه عليكم. والحاجه المليحه انه النار تاعي ما تطفاش، يعني نتوما اللي تحكموا فيها طفيوها وقت تحبوا نتوما. كما شفتوا ما كانش اسهل منها. حبيباتي هذا هو الطبق تاعي لهنا في التقديم. شوفوا بالنسبه للتقديم، انا لهنا كنت جبت هذاك الخبز السوري اللي كنت حمرته معاكم، حطيت فوقه هذاك الكباب تاعي، شويه روز كنت طيبته، ارز بشعريه كنت طيبته، درت شويه روز شويه لفريت، ايضا كنت يعني حكمت بصله وطماطم وصوتيتهم هكذا شويه برك في هذيك الليدام. هذا ما كان يعني بالنسبه لطريقه التقديم كيما تحبوا نتوما. الان حبيباتي كنا وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى يكون عجبكم ونتمنى تكونوا ديتوا فكره واستفدتوا من هذا الفيديو. الان حنخليكم والى الملتقى في وصفات قادمه ان شاء الله. مع السلامه ودمتم اوفياء. بيزو.